السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخكم المتواضع، قصتي مع الطبخ الأصيل. نقترح عليكم في هذا الفيديو طاجين المخ مشرمر بطريقة مغربية بالحق وطريقة جديد بزاف، سهل التحضير، ما تشبعوش منه يا سلام. طيب على الفخر اللي تزيد يعطيه مذاق آخر، وهو من أنواع الأطباق المميزة والخفيفة اللي متتطلبش مجهود كبير. طبق بإمكان كل عشاق الطبخ انهم يطيبوه بكل سهوله. وما تمشيو فين، بقاو معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ديالو، ونتمنى ان هذا الطبق يعجبكم. ونبداو على بركه الله وبسم الله. بالنسبه للمقادير الطويجين ديالنا، عندي هنا جوج مطيشات بحجم كبير محكوكين، يمكن ديروا 3 حتى 4 على حسب الكميه ديال لاصوص اللي كتبغيو. هنا عندي جوج ريصات ديال الثومه محكوكين، 4 بيضات بلديين. هنا عندي الحامض مصير والزيت المرقد، بطبيعه الحال انا مصايبها عندي على اليد في الدار. صبر ومعدنوس، زيت المائده وزيت بلديه. هنا عندي معلقه صغيره عامره ديال مطيشه حك توفق واحد الكاس ديال الماء. بالنسبه للعطريه عندي هنا الملحه، الخرقوم، الكمون، شويه ديال البزار اللي كنتعوضوه بالسودانيه، هنا بابريكا او التحميره، وهنا شويه من قزبر حبوب. وطبيعه الحال المكون الرئيسي عندي هنا المخ، تبقى على حسب الكميه او على حسب الافراد ديال الاسره ديالكم. انا خديت هنا واحد الكاسرونه، غليت فيها الماء سخون وطفيت عليه طبيعه الحال، ودرت فيها واحد المعلقه كبيره ديال الخل وشويه ديال الحامض، ووضعته فيه واحد تقريبا 4 حتى 5 دقائق، وعاد حيدته صفيته وحيدت منه هذاك العروق او اي حاجه جاتكم زايده فيه. المهم خصو يتنقى مزيان باش ما تبقاش فيه حتى الزفوره ديالو. طبعا العطريه كامله غنوضعها هنا، صبر ومعدنوس، غنخلي واحد شويه بالنسبه للزيت، زيت المائده، ثومه، ونخلط مزيان. نزيد واحد شويه ديال الزيت. بطبيعه الحال كما تنقول لكم ديما ذوقوا ما بين لسانكم، يعني بغيتو تزيدوا شويه ديال السودانيه او شويه ديال الملحه. غنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الماء، هانتوما باش الشاموله ديالنا تزيد تخلط مزيان. ونهز منها تقريبا شي 2 معالق كبار ديال العطريه حتى ل3، نزيد نهز. وهذه غنبدا نوضع المخ ديالنا باش يتشرمل. من بعد ما نشرملو غنخليه على جنب باش يرتاح ويشرب حتى العطريه ديالو. وطبيعه الحال ما تبغيو تشرملوه تحركوه غير بشويه باش ما يتفتتش ما بين يديكم. دابا جبت المجمر ديالنا وربيت فيه هذا الفخر هذا، ونخليه حتى يزيد مزيان وتهبط منه هذيك العافيه، وان شاء الله نتلاقى معكم في طيبه طويجين ديالنا. دابا من بعد ما زنت الفخر ديالنا غنضيف واحد شويه ديال الزيت، ماشي بزاف، انا درنا زيت قبل فين تسحر لينا مطيشه، نحاول في الاول ما تكثروش، ونبقى نحركها ونخليها حتى تسحر لينا مزيان. كما قلت لكم اللي تبغي لاصوص كثير يمكن يضاعف حبات ديال المطيشه، اما ديال 3 ولا 4. بقى تزيد تسحر. دابا من بعد ما تسحر لينا مطيشه نحاول نزيد ليها هاد المطيشه حك باش نخليها تنزيد طيب.
بطبيعه الحال مع التحرك مره مره باش ما تلصقش لينا. نزيدها العطريه اللي خليتها من الشرموله ديال المخ، يعني بلا ما نحتاج نعطر المطيشه بعطريه واحده اخرى. هذه راها كافيه. ها كما تلاحظوا حتى الصوص ديالنا راه بدا تعقد. دابا من بعد ما تخلط لينا المطيشه ديالنا مزيان وخليتها حتى طابت على خاطرها، يعني نحاولوا ان نوضعوا المخ على مطيشه تكون طايبه ومقليه، ما يكونش فيها الماء، باش اذا المخ ديالنا ما تاخذش واحد الوقت كثير باش يطيب. دابا غنبدا نوضعو معكم. بسم الله. نحاول نوضعوه بشويه. يعني الطاجين هذا حنا تنديروه ديما، هو مره الواحد تيديرو تيتشهاه وتيديرو بهذه الطريقه، راه تيجي زوين وتيجي بنين. نحاول حتى هاد لاصوص هذه اللي بقات لينا حتى نزيدوها، مكاين علاش حتى هي تضيع. نزيد هاد الحامض مرقد، نزيد يعطيها واحد البنه. صافي واحد شويه غنزيد عليه هاد البيض. بالنسبه للبيض البلدي يعني ضروري خصنا ندير في واحد الزلافه عاد نزيدوه على الطبق ديالنا، لان كاين شي بيضه اللي تكون خاسره. نزيد بيضه وحده هنا. اللي ما عندوش البيض البلدي طبيعه الحال يدير البيض العادي اللي تتباع في المحلات. عندي هاد القزبر معدنوس اللي خليته من قبل فوق البيض. وغنزيد عليه حتى هاد الزويتنات هادو. يعني راه واحد الريحه تطلع منه غزاله. خصو اللي تبغي المخ راه الطبق تيجي زوين، طبق مغربي تقليدي. واحد علاش مره يدير هاد الشهيوه ليه ولا لوليداتو. دابا نزيد نخليه حتى يطيب ان شاء الله ونتلاقى معكم. وهذا هو الطنجير ديالنا من بعد ما طاب. نتمنى انه يعجبكم. شهوه مغربيه تقليديه، يعني مره واحد يتهلا في راسو كما قلت لكم من قبل. وبالصحه والراحه ونتلاقى معكم في فيديو جديد.